ازاي بقى النهارده هنعمل مع بعض شويه قراقيش شاي حلوين قوي، وهم اللي هو بصي مقرمشه من بره ودايبه من جوه، شايفين عامله ازاي؟ اللي هي اللي هو طريه، اللي هي بتدوب في البق، حاجه يعني ما شاء الله تفتح النفس. يلا بينا نشوف مع بعض. السلام عليكم. النهارده معانا حاجه حلوه قوي، وهي القراقيش الفلاحي او قراقيش الافران. دي قراقيش حلوه قوي ومعروفه، اللي هي القراقيش بتاعه الشاي اللي بناكلها جنب الشاي الصبح كده او بالليل، حاجه كده لذيذه. يلا نشوف مع بعض. بمقادير سهله وبسيطه توفر لنا كتير قوي ان احنا نجيبها من بره. يلا نشوف مع بعض. ادي انا جهزت كيلو من الدقيق. طبعا احنا عندنا عجان يبقى حلو قوي ان هو هيريحنا. طب ما عندناش عجان، مفيش اي مشاكل خالص ان انت ممكن اصلا تعمليها على ايديك، لان هي ما بتاخدش وقت في العجن كتير. تمام، يعني هو من 5 ل 7 دقائق تعجنيها هتطلع معاكي زي الفل. طيب ادي معايا كيلو من الدقيق، وطبعا لو الدقيق بتاعك محتاج نخل انخليه، وهننزل عليه بكيس من الخميره الفوريه بمقام معلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام كده، ادي الخميره. وكمان هننزل بورقه من الفانيليا، ودي اختياري، عايزه تحطي فانيليا ماشي، ما عندكيش مثلا اللي هي البودر دي وعندك السايله، حطي برده على طرف المعلقه، بتدي برده ريحه حلوه للمعجنات بتاعتها. ودلوقتي هننزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح. ودلوقتي هننزل بيه معلقتين كبار بشكل هرمي من السكر. تمام كده، بمقام برضو 4 معالق صغيرين زي اللي احنا شفناهم مع بعض دول سكر. تمام كده، ادي سكر. ودلوقتي خلاص كل المكونات الجافه معايا اهي. دلوقتي بقى هنيجي للسوائل، وهي عباره عن ايه؟ دول كوبايه ونص من السمنه على الزيت، بما يعادل يعني الاغلبيه اللي هو انا حاطه منها السمنه. عندك زبده حطي سمنه وزبده، او سمنه وزيت. عايزه تعمليها بزيت كله ماشي، اللي هو اللي موجود عندك ومتوفر مفيش مشاكل. بس طبعا السمنه بتديها طراوه وطعم وريحه كده مختلف. تمام كده. طب لكن الزيت برضه هيطلعها حلوه، بس هتطلع مقرقشه معاكي زي البقسماط كده. تمام كده. طيب السمسم اللي انا حاطاه دي، انا حاطه معلقه دي اختياري زي كحك، اللي هو عايزه تحطي سمسم حطي سمسم معلقه كبيره، عندك ماشي حلو، تدي برده طعم حلو. ما عندكيش ومش حابه تحطي مفيش مشاكل. نبدا بقى نقلب كل المكونات الجافه بتاعتنا، ونبدا ننزل بالسمنه اللي على الزيت دي بما يعادل كوبايه ونص من اللي هي كوبايات الشاي اللي هي بتاعتنا. تمام، هنقلب كده اهو كل المكونات الجافه. طب انا عندي عجان هحط السمنه واشغل العجان، ما عنديش عجان هنحط السمنه، ونبدا نفرك كل المكونات بين ايدينا كويس قوي لحد ما توصل السمنه لكل الدقيق، بحيث ان هي تكون متوغله فيه، وتبسيها بين ايديكي كده بحيث ان هي تكون عامله زي الكسكسي كده، هيبقى رطب وتحفه. تمام كده، ادي نزلنا السمنه بالزيت. تمام كده، يلا بقى نشغل العجان. وادي اهو معايا، شايفين اللي هي بتبدا تكونها كويس قوي. الخطوه دي ممكن نعملها بين ايدينا. نسيت اقول لك برده ان السمنه والزيت هنسيحهم على النار بيكونوا دافيين، يعني بنقدر ان احنا نستحملهم على ايدينا عادي خالص. تمام كده، شايفين اهو بعد ما قلبتها كويس، اللي هو شايفين عامله ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه، ان هي تكون رطبه كده زي الرمله بتاعه البحر، اللي هو تكون بص مرمله كده بالشكل ده. تمام كده، هنبدا بقى ننزل. تجهزي كوبايتين من الميه بدرجه حراره المطبخ، كوبايتين من اللبن بدرجه حراره المطبخ المتوفر عندك. بس احنا طبعا بنحب ان احنا نحط لبن بحيث ان هو طبعا يعلي القيمه الغذائيه بتاعته، يكون مفيد اكتر. طب انت ما عندكيش مثلا غير كوبايه لبن، اخلطي الميه باللبن، او حطي اللبن وبعدين ابداي انزلي تدريجي بالميه. بس احنا في العموم كل دقيق بيحتاج ميه ممكن اقل اكتر مختلف عن التاني، يعني مفيش قاعده بالنسبه للميه او اللبن. تمام كده، هما كحد اقصى هما كوبايتين، بس احنا هنبدا ننزل بكوبايه واحده من اللبن، ونبدا ننزل تدريجي بكوبايه الثانيه عشان تلم معايا وتعمل عجينه. يلا بينا. ودلوقتي انا نزلت اهو بكوبايه من اللبن وعليها نص كوبايه من الميه، والعجينه لمت معايا زي ما انتم شايفين، وبقت بالشكل ده، اللي هي شايفين اللي هي بتقطم، اللي هي كده اهو ما فيهاش عرق. وهو ده بتاع القراقيش الفلاحي بتاعه الفران. تمام كده، بتاعه العيد بتاعه الشاي. تمام كده. طيب احنا بصوا شايفين اللي هو مجرد ما لمت معايا كده، لو انت تعجنيها عجنيها برده في حله او حاجه غويطه بحيث ان هي تبقى سهله عليكي تلم معاكي بسهوله بالشكل ده. تمام كده. ودلوقتي اهو بعد ما خلصت معايا عجينه طريه لذيذه بالشكل ده، هو ده اللي احنا عايزينه. طيب بما ان العجينه خلاص خلصت، هنعمل ايه؟ هنسيبها كده 5 دقائق معانا، نغطيها باي حاجه عندنا. تمام كده، 5 دقائق بس، من 5 ل10 دقائق مش مشكله ماشي. هنغطيها بالشكل ده، ونبدا ان احنا نشكلها، وبعدين نسيبها تخمر. بعد التشكيل هتعلى معايا في الصاج. يلا بينا. دلوقتي يا دوبك انا سبتها 10 دقايق وعليت معايا عشان خاطر الجو حر، فطبعا التخمير بيبقى سريع. تمام كده، ادي رشينا دقيق على الرخامه بتاعتنا، وطبعا تكوني متاكده انها نظيفه، يا اما تحطي المفرش بتاع العجين برده بيبقى حاجه حلوه. وادي العجينه بتاعتي اهي ما شاء الله جميله، شايفين اللي هو بالشكل ده. هنبدا بقى نحطها كده اهو، وتبداي تفرديها كده. تمام كده. ودلوقتي اهو بعد ما فردناها بالشكل ده، هتجيبي سكينه ونبدا نقطعها حتت بالشكل ده. تمام كده، اهو الموضوع مفيش ابسط من كده، نقطعها اجزاء بالشكل ده. وبعد ما قطعناها كده، هنبدا نجهز العجينه بتاعتنا كده اهو.
شايفين معايا؟ ممكن طبعا ان احنا بعد ما قسمناها بالشكل ده هنسيبها تخمر، اللي هو تحطيها بالشكل ده وتخمريها، يا اما بعد التشكيل نسيبها شويه هتعلى معانا وتخمر، يا اما نخمرها في الاول. شوفي الوقت اللي انت عايزاه تخمري فيه ممكن نخمر فيه، بس طبعا في الاول ان احنا المفروض ان احنا نعملها بعد ما نشكلها عشان اللي هي تقرش معايا كده وتدي الطعم بتاع القراقيش اللي هي الفلاح. هما بيسيبوها بعد ما يشكلوها تخمر، بتعلى معانا في الصاج او في الصينيه بتاعتك اللي انت بتستخدميها للفرن. تمام كده؟ يلا بينا. ودلوقتي اهو اخدنا كوره بالشكل ده، نبدا نفردها كده. تمام. بص الموضوع كله اللي هو عندك نشابه عايزه تستخدميها استخدميها، عايزه تستخدمي ايدك استخدميها زي ما انت عايزه، يمشي الاثنين يعني ما فيهاش مشاكل. تمام اهي بالشكل ده. ادي اهو شايفين. لو عايزين ان احنا نرققها، احنا عايزين نرققها يبقى هنستخدم النشابه تساعدنا اكتر بدل ما نستخدم ايدينا. شايفين؟ ودلوقتي اهو بعد ما فردناها بالشكل ده، بصوا اللي هو السمك معايا عامل ازاي، اللي هو بالشكل ده. هنبدا نرولها. تمام كده؟ اللي هو عشان تبقى مظبوطه معايا شكلها يبقى مظبوط، ونبدا واحنا بنرولها كده تضغطي عليها عشان نطلع الهواء اللي فيها. تمام اهو كده. شايفين؟ ادي ده جزء كده، وادي بعد ما رولناها لحد النص كده، ده السمك حلو قوي. هنيجي من الناحيه الثانيه ونعمل نفس الفكره، نرول برده الجزء ده ونطبطبه كده. تمام كده؟ اللي هو يبقى معايا نص بالنص. تمام. ونبدا نقطع في النص بالسكينه بالشكل ده. وادي معايا الرول اهو، نطبطبه كده عشان يروح الفاصل. ادي بالشكل ده. وادي دي كمان نعملها نقفلها كده ونضغط كده اهو بايدينا عشان نخرج كل الهواء. شايفين؟ ودلوقتي اهو بعد ما ظبطناها بالشكل ده تبداي تظبطيها كده اهو عشان تبقى ظابطه معاكي كده اهو. تمام. المقاس يكون مظبوط. هنبدا نشيل الطرف من هنا، نشيله وهنحطه طبعا في العجينه الثانيه، ونشيل برده الطرف الثاني وبرده هنحطه في العجينه الثانيه. تمام. ونبدا بقى نقطع حته حته بالشكل ده. طبعا لو انت عايزه مقاسات كبيره اللي هو هتشكلي العجينه على مزاجك خالص، اللي هو كبريها تصغريها زي ما انت عايزه تقللي السمك بتاعها تكبريه برده بالشكل اللي انت عايزاه. تمام. اللي هو كده اهو عايزينها بالشكل ده. طب عايزينها اكبر تقدري تكبريها تطوليها زي ما انت عايزه، احنا عايزينها بالشكل ده زي بتاعه الافرعون بتكون صغيره بالشكل ده. تمام كده؟ يلا بينا نعمل باقي كميه. ودلوقتي برضو عندي فكره ان بدل ما نستخدم السكينه، تمام، ممكن ان احنا نستخدمها كقطاعه بالشكل ده. تمام. اللي هي قطاعه العجين كده اهو. طيب لو عندنا غطا سمنه بالشكل ده هجيب المقص كده، هنقص دي كده اهو ودي كده ودي كده. تمام كده اهو. الموضوع بسيط اهو. شايفين؟ وبتبقى قطاعه ظريفه خالص اهو بالشكل ده. تمام كده. ادي معايا قطاعه عجين اهو كده اهو. يا رب تكون الفكره عجبتكم. ودلوقتي اهو بعد ما شكلت كله، شايفين اللي هي هتبدا تعلى معايا ازاي؟ شايفين على بال ما بتعملي الكميه بتلاقي الكميه اللي قبلها اللي انت عاملاها في الصينيه او الصاج بدات تعلى معاكي. ما تنسوش طبعا الصاج او الصينيه تدهنوهم دهنه خفيفه من الزيت كده، وبعدين نبدا نرص فيهم المعجنات بتاعتنا. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ هنبدا ندخلهم على فرن سخن جدا، يعني تكوني مسخنه الفرن كويس قوي، بس طبعا هتعملي من تحت بس وهتحطيهم على الشبكه. ولو هتدخليهم فرن وفي تايمر يبقى هتدخليهم على 180. تمام كده؟ على درجه حراره 180. ولو الفرن عادي هتعمليه درجه حراره متوسطه، يعني توطي النار يكون وسط، وهتحطيه على الشبكه وتشغلي من تحت بس، وما تنسيش تسخني الفرن كويس قوي. ويلا بينا. ودلوقتي بعد ما طلعته من الفرن شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا اساسا اللي هو ما لزقش معايا زيت خالص. شايفين اللي هو من غير اي حاجه. بصوا اللي هو طلع من الفرن حلو جدا، يا دوبك سبته يبرد. شايفين معايا اللي هو وجايب بجد. لو جربتوا الوصفه دي هتدعوا لي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.